ورحمة الله وبركاته لطلاب الصف التاسع ولكل مين عم يتابعنا. اليوم جبت لكم شوية تمارين الجبر، هي كلها عبارة عن تحليل. طبعا جبتها من أحد الأساتذة اللي كانت موجودة على الفيس. اخترت مجموعة من التمارين لأنه شاملة لكل الأنماط. هلأ بداية خلونا نتفق إنه الرياضيات لحتى نقدر ندرسها منيح ونتمكن منها لازم نكون متمكنين ونحل بإيدنا. يعني بس حليت مرة مرتين ثلاثة وأخطأت مرة على مرة بيمشي الحال، بتعلم من أخطائي وبصير عندي مرونة بحل التمارين. لهيك بطلب منكم إنه اليوم تتابعوني ونمسك قلم ورقة ونحل سوا هدول التمارين. أول إشي بنتذكر سوا إنه التحليل إنه طالع عامل مشترك، نحن هيك اتفقنا. طيب إذا كان ما في عندي عامل مشترك، طبعا العامل المشترك لازم يكون بكافة الحدود. طيب إذا كان ما في عامل مشترك بكافة الحدود، إننا بنلجأ للمطابقات. المطابقات في عندي كان عن أكثر من شكل. إذا كان مثلا 3 حدود مثل ما شايفين، باخد جذر الأول اللي هو مين x، إشارة الثاني، جذر الثاني، بحطهم بين قوسين للتربيع. طيب شلون بدي أعرف إذا صح ولا لا؟ خلونا نتأكد. لو أنا عملت هاي المطابقة بالعكس، مربع الأول x مربع ضاف هاي الأول بالثاني 2 ضرب 4 8 x مربع الثاني، إذن هي صحيحة. بس كان عندي ما في عامل مشترك بين كل الحدود، بلجأ لنا للمطابقات اللي هي جذر الأول إشارة الثاني وجذر الثالث. طيب كملين سوا كمان تمارين. عندي 9 إكس مربع ناقص 30 إكس زائد 25. مثل ما شايفين ما في عامل مشترك بين الحدود الثلاثة، لهذا السبب رح ألجأ للمطابقات اللي هو جذر الأول. لا تنسوا 9 جذرها شو هي 3، الإكس مربع شو جذرها اللي هو إكس. إشارة الحد الثاني شو هي الناقص، بحطها مثل ما هي. جذر الحد الثالث 5 بحطه بين قوسين، وأهم شي ما بنسى التربيع. كمان 49 ناقص 28 إكس زائد 4 إكس مربع. جذر الأول اللي هو مين 7، إشارة الثاني ناقص، جذر الثالث. هلأ هون لو إنه مبدلين، بدل ما يحطوا ال4 إكس مربع نحن متعودين نشوفها بالأول، هون شفناها بالحد الثالث. بتخربط شي أو بتخوف؟ لا، نفسها على التمام. طبق القاعدة مثل ما هي، جذر الأول إشارة الثاني وجذر الثالث. الأربعة شو جذرها هي 2، والإكس مربع جذرها إكس، بحطها بين قوسين وما بنسى التربيع أهم شي. عندي إكس مربع ناقص 2 إكس. هلأ هون عبارة عن حدين، في عندي عامل مشترك بيناتهم، في عندي هون إكس وإكس، في شي غيره؟ لا، معناتها بطالع الإكس عامل مشترك، فتحنا قوس، هذا أول حد أخذت منه إكس، في عندي إكستين. مين ضل عندي؟ ضل عندي إكس كمان، حطيتها. الإشارة الحد الثاني أخذت منه إكس، مين ضل عندي؟ ضل عندي 2. سكرنا القوس. هون لا تحطوا تربيع لأنه ليش ما له مطابقة. كمان 3 إكس مربع ناقص إكس، مين الحد المشترك بيناتهم؟ هو مين؟ الإكس، حطيتها. أول حد سحبت منه إكس، مين ضل عندي؟ ضل عندي 3، وعندي فيه إكستين، أخذت واحدة ضلت واحدة، حطيتها. إشارة الإكس أخذناها عامل مشترك، مين ضل عندي؟ 1. طيب شلون بدي أتأكد منها؟ جربوا اضربوها. إكس ضرب 3 إكس 3 إكس مربع، إكس ضرب ناقص 1 ناقص إكس، إذن حل صحيح. كمان 5 إكس مربع زائد 10 إكس. هلأ هون في عندي العامل المشترك الإكس وكمان مين؟ الخمسة، بالحدين تقبل على 5، معناتها 5 إكس. فتحتها. أول شي أخذت 5 إكس مربع، أخذت إكس وضلت إكس، أو بتحسنوا تقسيم، زائد 10 تقسيم 5 شقد؟ في عندي 2 إكس أخذتها ضل عندي بس 2. خلونا نتأكد. 5 إكس ضرب إكس 5 إكس مربع، 5 إكس ضرب 2 10 إكس. هلأ مكملين سوا كمان. في عندي هلأ هون صار في عندي عامل مشترك عبارة عن أقواس. هنيك العامل المشترك عبارة عن حد، مرات متغير مرات عدد، أما هلأ هون عبارة عن أقواس. هلأ هاد كليات الحد الأول، وبعد الزائد هذا هو الحد الثاني. مين هو العامل المشترك بين هدول الحدين؟ القوسين. مين هو؟ القوس اللي هو إكس زائد 5. نفتح قوس كبير. أول شي أخذت إكس زائد 5، مين ضل عندي؟ ضل عندي إكس لحالة. بالثانية ضل عندي مين؟ زائد 4. إذن الحل
هو راح أخليه قوس عادي إكس زائد 5 بمين بإكس زائد 4. كمان الحد هلأ هون مين في عندي مشترك؟ عندي إكس زائد 5 وبالطرف الثاني إكس زائد 5 مشتركين. هلأ هون في عندي قوسين نفس الحكي، بطبق القاعدة نفسها بدون ما أتوتر من قوسين أبدا. مين عندي مشترك؟ إكس زائد 5 فتحت قوس. أول شي أخذت إكس زائد 5 مين ضل عندي؟ ضل عندي إكس ناقص 3، والحد التاني مين ضل عندي؟ ضل عندي زائد 4 ويساوي إكس زائد 5. هون بحلها تجميع حدود، ناقص 3 زائد 4 زائد 1، سكرت القوس. كمان أنا عندي إكس ناقص 5 وإكس ناقص 2، وعندي إكس زائد 3 بإكس ناقص 2، مين الحد المشترك؟ القوس اللي هو مين؟ إكس ناقص 2. حطيت إكس ناقص 2 ونفتح قوس كبير. أول حد مين ضل عندي؟ ضل عندي إكس ناقص 5 زائد الحد التاني مين ضل عندي؟ ضل عندي إكس زائد 3. طبعا أنا ليش عم بنتبه على الأقواس؟ لما يكون في زائد ما عندي أي مشكلة، بس لما تكون ناقص ننتبه عليها كتير منيح لأنه بتقلب كل الإشارات اللي بعدها. ويساوي إكس ناقص 2 إكس وزائد إكس ضل عندي 2 إكس ناقص 5 وزائد 3 إشارة الأكبر ونطرح ناقص 2، سكرنا القوس. كمان هلأ هون في عندي 2 إكس زائد 3 للتربيع، يعني قوسين من 2 إكس زائد 3. كمان 2 إكس زائد 3 بإكس ناقص 4. طالع عامل مشترك مين هو؟ أنا في عندي 2 إكس زائد 3 بالحدين، حطيت 2 إكس زائد 3 نفتح قوس كبير. أنا في عندي أول حد 2 من هذا القوس، أخذت قوس 2 إكس زائد 3 من ضل عندي؟ ضل عندي 2 إكس زائد 3. الحد اللي بعده أخذت 2 إكس زائد 3 من ضل عندي؟ إكس ناقص 4. هلأ هون زائد ما بتفرق الإشارة، ما بتأثر شي. 2 إكس زائد 3 عبارة عن تجميع حدود، 2 إكس وزائد إكس صار عندي 3 إكس زائد 3 وناقص 4 ناقص 1. كمان في عندي 3 إكس زائد 12، مين العامل المشترك بيناتهم؟ هلأ أول حد 3، ال 12 تقبل الاسم شي على 3 بتقبل، معناتها بقدر أقول إنه 3 هي عامل مشترك. أول حد مين ضل عندي؟ ضل عندي إكس زائد 4. كمان عندي مثال 4 إكس مربع قوس إكس زائد 3 ناقص 25 إكس زائد 3. بداية في عندي حد مشترك بيناتهم واضح اللي هو القوس. أول شي حطيت القوس برا عامل مشترك، فتحت قوس كبير. من أول حد أخذت القوس إكس زائد 3 من ضل عندي 4 إكس مربع. من تاني حد أخذت الإكس زائد 3 من ضل عندي ناقص 25. طيب بقدر أعمل فيها شي هاي؟ لا، أكتر من هيك لا، كفيني قوس الدائري. كمان إكس مربع ناقص 16. هلأ هون أنا عندي حدين وما في عامل مشترك، بهي الحالة رح أرجع، إذا ما في عامل مشترك برجع لوين؟ للمطابقات. لما بيكون 3 حدود جذر الأول إشارة الثاني جذر الثالث. طيب لما بيكون عندي حدين بتذكر المطابقة اللي هي A مربع ناقص B مربع شو بتساوي؟ A ناقص B في A زائد B. هي كلها A مربع وعندي هون B مربع، هي صارت A مربع وهون صارت B مربع. يلا ال A لحالها شو هو جذر X مربع؟ X ناقص حسب القانون ال B اللي هي شو جذرها؟ 16 هي B مربع، بدي B لحالها هي 4. كمان نفسه بس بنقلب الإشارة. ضروري كتير ننتبه على العامل المشترك. هلأ مثل هدول الجمل بيكون واضحات أكتر، ليش؟ لأنه بيكون في عندي العامل المشترك اللي هو القوس. مين في عندي هون؟ 2 إكس ناقص 3 مثل ما شايفين هو عامل مشترك، حطيت 2 إكس ناقص 3 فتحت قوس كبير. شلت 2 إكس ناقص 3 مين ضل عندي؟ إكس زائد 4. هون في عندي إشارة ناقص ضروري انتبه عليها كتير، ناقص 2. أنا عندي قوسين من 2 إكس ناقص 3، أخذت واحد مين ضل عندي؟ ضل عندي قوس اللي هو 2 إكس ناقص 3. هلأ شو بدي أساوي؟ تجميع
حدود. 2x ناقص 3. أنا هون أول شي لازم تدخل إشارة الناقص 2 لازم تنضرب، بعدين تجميع حدود. صار عندي x زائد 4 بلا قوس هون ناقص 4x ناقص ضرب ناقص زائد 2 ضرب 3 6. سكرت القوس. هلأ نكمل تجميع الحدود ويساوي شقد 2x ناقص 3. هذا القوس ما قربت عليه، x وناقص 4x إشارة الأكبر نطرح يعني ناقص 3x زائد 4 وزائد 6 شو بيساوي زائد 10. كمان هذا التمرين راح أتركه هلأ شوي أو لا منحله. أنا عندي يا حدين وما في عامل مشترك، فورا بتذكر a مربع ناقص b مربع. يلا ال a لحالها شقد هي؟ بما انه في كسور وتربيع وكذا ما بخاف منها، بس بطبق القانون وبكون منتبهة على الإشارات منيح. شو هو جذر الأول؟ x والأربعة شو جذرها؟ 2 ناقص حطيت الناقص هي a ناقص b ومرة مين a زائد b. الواي مربع شو جذرها؟ y. 25 شو جذرها؟ 5. نفس القوس بس بدل الناقص شو بدي أحط؟ زائد y على 5. شايفين ما أسهلة؟ كمان في عندي 9 ناقص x مربع. حدين فورا مين عندي؟ a مربع ناقص b مربع. هي a مربع ناقص b مربع بطبقها. الجذر الأول شقد هو 3 ناقص x نفسه بس بقلب الإشارة 3 زائد x. برجع بذكركن هي بطبقها لما ما بيكون في عندي عامل مشترك بين الحدين أو عندي بس حدين بلجأ للمطابقة a مربع ناقص b مربع، وأكيد ما بنسى أنه لازم يكون إشارة ناقص حصرا، يعني لو زائد ما بصير طبق هذا الحكي أبدا. x زائد 5 للتربيع عندي ناقص 9. هذا هو أول حد والتسعة هي الحد الثاني. كمان مين a مربع ناقص b مربع، هذا كلته a مربع وهون عندي b مربع. يلا بناخد a لحالة. عندي تربيع جذره شو هو؟ بدل ما اخذ الاثنين باخذ القوس لحاله يعني x زائد 5. جذر التسعة شو هو؟ 3 مرة ناقص 3 ومرة زائد 3. هلأ بس ما بتركن هيك، بجمع الحدود. 5 وناقص 3 زائد 2. 5 وزائد 3 زائد 8. تمام. هلأ أنا عندي x زائد 2 للتربيع ناقص x ناقص 2. طيب هون في عندي تربيع وعندي إشارة، عندي 3 حدود وما في حد مشترك بيناتهم. في عندي حركة صغيرة رح ساويها بهذا الحد. لو أنا هذا الحد الأول تركته على حاله، اسحبوا إشارة الناقص عامل مشترك من هون، مين ضل عندي؟ x زائد 2. طيب ليش هون صار الزائد؟ لأنه سحبت إشارة الناقص. ناقص ضرب ناقص زائد، جربوا دخلوا الناقص على القوس صار عندي ناقص x ناقص 2 رجعت نفس ما هي. هلأ صار عندي عامل مشترك ولا لا؟ صار، يعني x زائد 2 هو عامل مشترك. مين ضل عندي؟ أول مرة أخذت x زائد 2 عندي قوسين، أخذت قوس ضل مين؟ ضل قوس اللي هو مين؟ x زائد 2. الحد الثاني x زائد 2 شلتها كلها، من ضل عندي؟ والواحد ناقص 1. بجمع الحدود x زائد 2 ب x زائد